في الماتش ديال المغرب البارح ثلاثه ديال اللعابه بانت بلاصتهم بزاف واللي هما حكيم زياش، سفيان امرابط وبوفال. وقبل ما نعرفوا الدور ديال هاد اللعابه في الملعب ما ننساش دير ديك المتابعه باش يبقى يطلعوا لك الفيديوهات ديالي ديما. ونبداو بسفيان امرابط اللي البارح بانت بلاصتو بزاف، ونصير مزراوي ما قدرش يعوضو لان سفيان امرابط ارتكاز عصري وما جاوش الانديه الكبار وبغاوه غير هكاك لانه لاعب كيعطي توازن الفريق. وهنا عز الدين اناحي وسليم املاح ما بقاوش كيديروا الدور ديالهم مزيان لان فاش البارح ما كان سفيان امراض نصير مزراوي ما كانش كيدير المهام ديالو الدفاعيه مزيان. هنا الخصم ولا ساهل عليه يهجم علينا. وحتى بالنسبه للاداء ديال الهجوم ما كانوش اللعابه ديال الوسط كيبنيو الهجمه وكيعطيوها للهجوم. ولاحظنا بعد الدخول ديال بلال الخنوس تحرك شويه اللعب. ونمشيو دابا لحكيم زياش اللي رغم ان امين عادلي اللي كان خطير في بعض الاحيان الا انه ماشي بحال زياش. وانا غنقول بان حكيم زياش ضروري يكون في المنتخب. نمشيو دابا لسفيان بوفال اللي ما كناش عارفين القيمه ديالو ولكن نسينا بان المراوغات ديالو كتفيد الفريق. مثلا كيجريو عند المدافعين تيخلي المساحه للعابه الاخرين.